جمهور الزمالك بقول لهم اوسوريو مدرب كبير. النهارده الراجل من اول لما قابلته مهتم بكل تفصيله، بكل تفصيله، كل حاجه تتخيلوها، لدرجه يعني الراجل طلب ان هو يقيس قاس الملعب، عرض الملعب بالمتر، واتكلم مع الراجل يعني العامل عندنا في النادي الزمالك علشان يتكلم معاه على النجيله، وهو عايز النجيله تبقى اطولها عامله ازاي، طولها عامل ازاي، كل تفصيله تتخيلوها الراجل بيحضر لها، بيتكلم عليها، بيسأل عليها. الراجل طبعا يعني قال ان في نقاط ايجابيه كتير في ماتش النهارده، ولكن في بعض الامور وامور يعني تكتيكيه مهمه جدا لازم ان هي تتصلح خلال الفتره اللي جايه. والراجل عنده ميزه ان هو عنده باشون او عنده شغف كبير جدا بالشغل بتاعه، عايز ان هو يشتغل وعايز ان هو ينجح. من الناس اللي يعني ما يقبلوش ان هم يتواجدوا في مكان الا لما يكونوا بيحاربوا ان هم ينجحوا. الراجل مقاتل اوسوريو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. مساعده طبعا الاسيستنت بتاعه هيوصل في خلال 48 ساعه، ولكن تم الاتفاق معاه على كل شيء. والجهاز الفني طبعا المصري اللي معاه هيفضل موجود مكمل الشغل زي ما هو. الراجل بيسأل يعني على كل التفاصيل عن الجهاز الفني وتاريخ كل واحد فيهم، وكان بيلعب فين وكان بيدرب فين، وكل حاجة بيسأل على كل حاجة، عايز يتعرف على كل حاجة. النهاردة اوسوريو في نادي الزمالك قابل اللعيبة اللي كانوا مستبعدين او مش موجودين في المباراة. قابل شيكابالا واتكلم مع شيكابالا، يعني كان في حديث طويل ما بين اوسوريو وشيكابالا. والحقيقه يعني اوسوريو عارف مدى اهميه شيكابالا داخل الفريق. وهو الراجل من ضمن الحاجات اللي عجبتني جدا في كلامه ان بيقول ان الفريق، هو ما يعرفش في الكوره ان الفريق ليه نجم. المجموعه لازم تبقى قويه، المجموعه لازم تبقى متماسكه، كل المجموعه لازم تحس باهميتها، ولازم ان يعرفوا ان هم ليهم دور. عايز اقول لكم ان اوسوريو يعني رجل ال4-3-3، يعني مدرسته 4-3-3، وعايز ان هو يبتدي ينفذ من بكره ويشتغل على الطريقه دي. واحده من اهم النقاط برضو اللي اثارها النهارده اللي اتكلم فيها، انه قال ان يعني فكره انه يدرب اللعيبه زي ما فرقه الزمالك الفتره اللي فاتت كانت بتتدرب الساعه 3:30 قبل الفطار، دي صعبه جدا بالنسبه له، وان هو من اول بكره التدريب بتاع الزمالك هيكون الساعه 9 مساء، لانه شايف وده الطبيعي ان اللعيبه لازم تكون واكله ولازم تكون في جسمها يعني اكل ان هي تقدر ان هي تتمرن. واحده من الحاجات اللي هو بيتكلم فيها وذكرها اكتر من مره ان هو شايف ان اللعيبه لازم ان هي تتمرن زي ما بتلعب الماتشات. اللعيب اللي ما بيتمرنش بانتنسيتي او بيتمرن بحديه وبيتمرن برتم عالي وكانها مباراه بالظبط، مش هيكون ليه مكان معاه في الملعب. هو ده بالنسبه له المقياس، التمرين والمباريات. وكل المدربين الكبار من نفس المدرسه، لازم اللعيبه تتمرن بشكل كويس جدا عشان تضمن ان هي يكون ليها موجود، يكون ليها مكان في التشكيل الاساسي للفريق ده. طبعا فيما يخص اوسوريو المدير الفني الكولومبي الجديد لنادي الزمالك. انا بقول لكم ان دايما ما حدش يقدر يتوقع، ما حدش يقدر يضمن، بلاش توقع، يضمن ان مدرب ينجح ولا لا، ولكن كل العلامات وكل الشواهد بتقول ان الزمالك جاب مدير فني مميز ومدير فني كبير ومدير فني عنده شغف وجاي عايز ينجح، زي ما قلت لحضراتكم.